3 خصال إن شاء الله إذا عملنا بها أعانتنا على التوبة وأعانتنا على الصلاة وعلى ذكر الله. الأولى حفظ اللسان وغض البصر وحفظ السمع. اليوم عنا الثلاث جوارح هاي إن شاء الله يعني تزيد الإيمان في القلب وتطهرنا من النفاق. فاليوم أول شيء غض البصر. فاليوم كل نظرة تتركها لله تعالى رب العالمين يزيد الإيمان في قلبك. يقول الله تعالى في سورة النور آية 30: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. واليوم غض البصر هو يعني مفتاح للفرج، مفتاح للزنا. إذا اليوم ما غضينا بصرنا فلا تنتشر الفاحشة في الأرض ويكتر الزنا وتكتر الفواحش، وهذا الشيء نحن ما نريده. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي قال: يا علي لا تتبع النظر، فالأولى لك، النظرة الأولى لك والثانية ليست لك. يعني بمعنى أنه أول نظرة هي لك تؤجر بها، ولكن الثانية سوف تكون عليك، سوف تؤثم بها، والأثم هو الذنب. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: إن الصحابة سألوا النبي الله صلى الله عليه وسلم: ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا حق الطريق. كان واحد ماشي ولا جالس في الطريق، فهذا حق الطريق غض البصر. واليوم غض البصر مو كما يشاع، أو يعني أخذوها مزحة وبعدين صارت جد. واحد ضل إنه ينظر حتى إنه تختفي الامرأة من أمامه. لا، غض البصر هكذا، هي لمحة، هي أول نظرة لك، وإذا أطلت بها وتمعنت فهذه عليك وتؤثم بها. فاليوم النظر هو العاصم من الزنا، عاصم من الفواحش والعياذ بالله. فاليوم النظرة يوم تتركها لله تعالى، الله راح يبدل هاي النظرة بنور وإيمان في قلبك. يعني هي ميزان، إذا نظرت قذف إبليس في قلبك سهم أو نقطة، ونقطة وراء نقطة، كأني صار قلبك أسود. اليوم يعني كأني هذا القلب نقطة وراء نقطة وراء نقطة وراء نقطة حتى قلبك يصير أسود. أما إذا تركتها فكأني نور، نقول نقطة بيضة، فنقطة بيضة وراها نقطة حتى يكون قلبك كله أبيض، وهذا هو النور، وهذه هي حلاوة الإيمان. فلن يضيع الله أجر محسنا إذا ترك شيء لله، ومن ترك شيئا لله أبدله الله بخير منه. اليوم تركت شيء لله، تركت نظرة امرأة أو شيء لله تعالى، رب العالمين راح يبدلك فيه أجر. واليوم الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ما علمت لكم فتنة أشد من النساء. مستحيل، ما في فتنة أشد من النساء. فحذار يا أخوان، إذا رايدين يعني إن شاء الله يعني رب العالمين يعيننا على التوبة، أول شيء نترك بغض البصر، نغض بصرنا عفوا، ونكثر من ذكر الله. وإذا هذا الشيء يعني ما لا تستطيع عليه، فعليك بذكر الله، وعليك صلي ركعتين لوجه الله تعالى سنة التوبة. وفي آخر سجدة قل: اللهم احفظ يداي من معاصيك كلها. قلها 3 مرات أو 9 مرات، وبإذن الله تعالى رب العالمين يعينك عليها. ودعوة سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك الأمر يعني بالسجود، قلها من قلبك.
قلها أنك ظلمت نفسك، لأن المعاصي اليوم هي ظلمات. فنسأل الله تعالى التوبة لنا ولكم ولجميع المسلمين يا رب. وربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فحتى اليوم الأمر الثاني، ذروة الإسلام هي الجهاد بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للنساء فذروة الإسلام هي كما يسموها العلماء تعفيف الشباب، عبادة تعفيف الشباب، هي ذروة الإسلام للامرأة. اليوم الكاسيات العاريات اللي عم تطلع من أجل الشهرة، من أجل المال، هذا كله عند رب العالمين راح تحاسبي عليه. لأن اليوم أي شيء يفتن الرجل فهذا إلك فيه إثم وفيه ذنوب. نسأل الله تعالى الهداية لجميع المسلمين والمسلمات. فاليوم الكاسية العارية، الكل يعرف ما هي العارية والعياذ بالله. أما الكاسية التي تبني زينتها لغير ما حلل الله، اليوم الأب، الأخ، الابن، هذا يعني لا ضير. أما في الشارع أو بالشاشات فهذا الشيء يعني والعياذ بالله يعني فتنة، وحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عنها. فالكاسية هي من تبدي زينتها، تبدي مفاتنها. والحجاب الشرعي يعني للأسف صار الحجاب يحتاج إلى حجاب عفوا. وإن شاء الله قلنا حديث عن الحجاب عن الامرأة إن شاء الله تعالى، بس ولكن هي لمحة سريعة. فاليوم كل شيء يرسم أو يكسم من جسم الامرأة فهذه كاسية، بنت كسوتها للناس. فهذا إن شاء الله، واللي تسترها يعني واللي تستر ما يفتن الرجل، فهذه إن شاء الله الله يبدلها نور، يبدلها أجر إن شاء الله تعالى. وهذا جهاد، هذا جهاد، لأن اليوم أنت عم تمنع الفتنة في الأرض. فنسأل الله تعالى الهداية لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كرروا هذا الدعاء: اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا تنسونا من الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.